اليوم معنا سي عبد الحميد الشلي باش يحكي لنا على الحومه نتاعو ودارهم القديمه. مرحبا سي عبد الحميد، صباح الخير. بارك الله فيك. احنا توا في نهج المعاصر، عدد 25. الدار اللي وين تربيت وسكنت هنا، كنت مده كبيره قبل ما نتنقل للمدينه لبرا. تفضل. انا هي داركم هذه؟ هذه هي داري. هذه هي داركم. هذا باب الدار. اي والحومه هنا شكون جيرانك هنا؟ شكون جيرانك هنا؟ ان شاء الله نلقى ولد خويا هنا. شكون جيرانك هنا؟ قبل تذكر. هذه دار القهواجي. دار القهواجي هذه من بحذانا. دار المبروك. هذه دار المبروك. وهذه دار أبو جعفر. وغادي دار شكون؟ دار اسكندراني من غادي. معناها هذه دار الوالد. اي دار الوالد. دار الوالد والوالد. دار جدودي كل دار جدودي. معناها قديمه برشا. وعندنا دار اخرى في ناج المر. دار كبيره في ناج المر. اي لكن انت تولدت هنا ولا؟ اي انا تولدت في حومه الخميري في بحد الحرس هذا. وعلاش تولدت هذيك؟ خاطر الحرب، وقت معناها عائلتي انتقلت لمكان غادي باش انا تولدت عام 46 بعد الحرب العالميه الثانيه. تولدت في غادي. معناها بعد الحرب هذه الفرنساويين كسروا معناها، ضربوها القنابل كذا طاحت هذيك بينها من جديد. معناها داركم انضربت في الحرب العالميه. الحرب العالميه. وشكون صلحها؟ دوماج دو غير. ثم خداو اعانه اعانه باش قاعد ترميمها واصلاحها. وبعد ما رجعتوش لهنا؟ لا، رجع بطبيعه الحال. رجع بقيت عمري كله عديته هنا. بعد تحولنا في معناها انت صغير كنت تلعب هنا في الحومه هذه؟ جبت الغربه في كذا في الحومه هنا وعاملين جو هنا. بارك الله. شكرا سي عبد الحميد انك قدمت لنا الحومه نتاعك هذه.